هاي، انا لا بلوجر ولا بعرف اصور، معلش سامحوني، انا بس كاستمر عادي خالص وعايز يقول الريفيو بتاعه. انا جبت الاربع منتجات دول من تلا، وفي منتج خامس بس للاسف مش عارفه اصوره لاني خلصته. اول حاجه جبت الشامبو. الشامبو ده هو اديله جايزه اغرب شامبو انا استخدمته في حياتي كلها، لان انا شعري دهني. فيا اما بستخدم حاجه بتنضف جامد قوي قوي لدرجه ان هي بتنشف الشعر قوي ويهيش، يا اما بجرب حاجه مثلا من يعني برودكتس تانية بزيوت طبيعيه برضو من ماركات تانية. بحس ان هي جميله كل حاجه بس مش بتنضف الشعر قوي، وانا شعري دهني بخش بيبقى مدهن ويطلع مدهن برضو. طب انا ما عملتش اي مصلحه. انما ده بيطلع من فوق نضيف جدا وبيزيق، ومن تحت كانه مدهون سيرم او بديل زيت، ومعرفش ازاي بيعملها. بجد مش فاهماه. اغرب شامبو انا استخدمته في حياتي فعلا. الشاور جل ده احلى ما فيه بجد ريحته فظيعه جدا، ريحته زيت زيتون صرف. الواحد حاسس في الشاور ان هو علبه فول. بجد بجد احلى ما فيه ان ريحته حقيقيه قوي، وان الكلام تحس ان الكلام المكتوب ده بجد حقيقي، مش ريحه فيك كده ملهاش لازمه. لا، ريحته فعلا زيوت كده وحاجه مقنعه قوي بجد. ال- الغسول بتاع اللمعان ده اكتشاف، وانا مش هبطله ابدا طول حياتي. آم، ال- الفرشه دي كمان عسل قوي قوي، وبتنضف الحته بتاعت التي زون والمناخير وكده، يعني عشان بشرتي دهنيه. بجد ممتاز قوي قوي. واول ما بشطف وشي بحس ان مفيش اي اكسده في وشي، واني نضفت نظافه كده غريبه. جميل قوي قوي. والاوردر الجاي هبقى اجيب النوع التاني كمان عشان بجد عايزه اجربه. جميل قوي. ال... التنت ده بقى انا بصراحه كنت جايباه ليه لبنتي يعني. ودايما بتحط منه وهي رايحه المدرسه، لان هو لون بنجر، لون طبيعي يعني، فعادي بحط لها منه التنت ده وهي نازله عادي. مش ببقى خايفه عليها، وانا شخصيا بحط منه برضو، وبنام واقوم بيه وانا مش قلقانه لانه مش حاجه كيميكال. سوبر كيوت يعني الحقيقه. المنتج الاخير اللي ما عنديش صورته هو الصابونه، لان انا خلصتها الحقيقه وبعدت اجيب واحده تانية. الصابونه انا كان عندي مشكله مع مع ايدي بقت من اتعورت العقل دي في المواعين في رمضان وايديا كانت طالعه متشرحه. بقيت اغسل المواعين بجلوفز بعد رمضان بقى، والصابونه العاديه اللي هي على الحوض بقى استخدمت صابونه جوز هند بتاعه التلا دي. بصراحه راحت اهي الحاجات اللي هي كانت متعوره دي كلها راحت الحمد لله. فانا التجربه دي اول تجربه ليا معاهم، واكيد اكيد اكيد مش هتبقى الاخيره. انا حبيت كل حاجه جربتها، كل الحاجات اللي جربتها حبيتها، وحبيت اجيب حاجات اكتر.